السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما ان شاء الله. فاليوم ان شاء الله نحضروا واحد الوصفه اقتصاديه بدون لحوم. نبداو على بركه الله. غادي نحتاجوا 3 الحبات ديال البتنجان اللي كنكونوا غسلناهم مزيان، ودائما الكميه كتبقى على حسب الافراد ديال الاسره او على حسب الكميه اللي بغيتوا تحضروها. فغادي نغسلوا مزيان هذا البتنجان وغادي نقطعوه على شكل دوائر كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. وغادي نرقدوا في شويه ديال الملحه، غير شويه ما تكثروش بزاف باش ما يجيكمش مالح. صافي من بعد فاش كنخليوه حتى كيشرب ديك الملحه فغادي نشفوه بواحد الزيف يكون نقي. غادي نحاولوا اننا نشفوه مزيان باش يشرب لنا داك الماء اللي تيكون في الدنجال، باش ما يشربش لنا الزيت بزاف ملي نكونوا كنقليوه في الزيت. صافي من بعد كنجيب واحد المقله اللي كنكون درتها فوق العافيه، كتكون سخنات، كنكونوا سخناها من قبل. فغادي ندير فيها شويه ديال الزيت وغادي ندير الدوائر ديال الدنجال في الزيت باش يتقلاو. غادي نبدا نحركهم باستمرار، نبقى نقلبهم على الجهه الثانيه حتى غادي يتحمروا من جميع الجهات. صافي وغادي نبدا نزولهم من المقله، وغادي نعاود ندير الكميه الاخرى حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي ديال الدنجال. هنا كيكون وجد. صافي غادي نحيدو وغادي نزولو من المقله. تيكون هذا هو اللون ديالو، تيكون طايب. صافي طاب، كيكون طايب مزيان. صافي هنا غادي ندوز باش ندوزو للمرحله الثانيه. فغادي نجيب مطيشه، 3 د الحبات ديال المطيشه. غادي نكونوا من طبيعه الحال كنكونوا غسلناها من قبل، كنغسلوها مزيان. صافي كنقطعوها حتى هي دوائر على هذا الشكل اللي كتشوفوا. فغادي نجيب واحد المقله اخرى. صافي غادي ندير فيها الدوائر ديال المطيشه بهذا الشكل اللي كتشوفوا. غادي نحاول ننزل جميع القطع في المقله ديالي. نقصوا شويه ديال العافيه باش نديروا غير شويه ديال العافيه باش ما تحرقش لينا دغيا من تحت. صافي كنعاود نقلب على الجهه الثانيه كما كتشوفوا، وكنحاولوا اننا كنحاولوا عليها باش ما تفرتتش لينا ديك المطيشه، وباش ما تحلش لينا المطيشه في وسط المقله. هنا غادي نجيب شويه ديال الربيع، شويه ديال القزبور معدنوس، غادي نقطعوا على هذا الشكل اللي كتشوفوا. غادي ندير 2 ريوس ديال الثومه عفوا. صافي غادي نقطعهم مزيان وغادي نعاود نقلب مطيشه ديال كما كتشوفوا. من بعد غادي ندير الربيع من الفوق كما كتشوفوا. فراه طابت، كنحاولوا عليها باش ما تحلش لينا بزاف في المقله. هنا غادي ندير شويه ديال الربيع كما كتشوفوا، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، وشويه ديال التحميره من طبيعه الحال. صافي كنخليو داكشي كيتشحر مزيان. من بعد عاوتاني غادي نقلبوه على الجهه الثانيه كما كتشوفوا. ومن بعد ما كتوجد المطيشه فكنجيبوا دوك القطع ديال الدنجال او الدوائر ديال الدنجال ديالنا اللي كنكونوا حمرناه من قبل. فهنا غادي نحاول نغطي المطيشه بالدوائر ديال الدنجال كما كتشوفوا. غادي نحاول ندير كاع الكميه اللي عندي ديال الدنجال. الا كتلاحظوا شويه غادي يخصكم شويه ديال الماء، فممكن تزيدوا واحد القطيره ديال الماء. كنخليو الدنجال ديالنا حتى كيشرب ديك لاصوص. بعد ما كتوجد المقيله ديالنا فكيكون هذا هو الشكل ديالها. غادي نزينوها بشويه ديال المعدنوس من الفوق كما كتشوفوا. فكتجي بنينه بنينه بزاف والله. غير جربوها، انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. وحتى بالنسبه للوليدات اللي ما كياكلوش الدنجال بزاف، فهاد المقيله غادي تعجبهم بزاف. نخليكم على خير، بسلامه.